السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض كتاب التقييمات، تقييم الأسبوع الأول من صفحة 4 ل 7 دراسات أولى إعدادي. نقول بسم الله، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. أول حاجة الأداء الصفي، لاحظ واستنتج، تعاون مع زميلك المجاور، ولاحظ الرسم البياني بالكتاب المدرسي. صفحة 9، تقديرات عدد السكان بقارة أفريقيا من عام 1975 ل 2050. واجب عن الأسئلة: أي الأعوام سجلت أدنى تقدير لعدد السكان؟ بتبص لعدد السنوات اللي سجلت أقل عدد في السكان، هتلاقي 1975. طيب احسب الفرق في التقديرات ما بين عام 1995 ل 2025. بتحسب بقى التقديرات بتاعتهم من 2025 ل 1995، هتطلع 80 من 100. بيقول لك قدم تفسير واحد للزيادة المتوقعة للسكان في قارة أفريقيا عام 2050. هتقول له زيادة طبيعية وهجرة. اكتب أهمية واحدة لدراسة إحصاءات السكان. هتقول له طبعا بتساهم في فهم التغيرات السكانية من حيث النمو والتوزيع السكاني. صوب الخطأ: احتلت دولة نيجيريا المركز الثاني في ترتيب الدول. لا، هي اثيوبيا في ترتيب الدول الافريقيه من حيث عدد السكان عام 2023. يلا يا باشمهندس، بيقول لك هنا صح وخطأ. معدل المواليد في 2023 اكبر من معدل المواليد في 1970 لقاره افريقيا. تقول له خطأ. تتساوي معدل الوفيات في عامي 1970 ل 2023. طبعا خطأ. تراجع معدل الزياده الطبيعيه في 2023 عما كان عليه في 1970. صح. قدم تفسير واحد لارتفاع معدل المواليد في قارة افريقيا. هتقوله بسبب كثرة الانجاب والزواج المبكر وضعف برامج تنظيم الاسرة. صغر الشاشة شوية عشان تشوف كل الاجابة يا بطل. يبقى بسبب كثرة الانجاب والزواج المبكر وضعف برامج تنظيم الاسرة. طيب دللني على صحة العبارة: يتعرض المهاجرون الغير شرعيين للعديد من الاخطار. انت عندك الغرق في البحر، الاستغلال والحرمان من حقوقهم في الدول التي يهاجرون إليها. طيب ايه تاني؟ بيقول لك هنا أداء منزلي، دلل على صحة العبارة: تتعدد أسباب النمو السكاني في قارة إفريقيا. هتقولوا لي الزيادة الطبيعية والهجرة، بما تفسر سجلت كل من دولة نيجيريا وتشاد وليسيتو أعلى معدل الوفيات في القارة الإفريقية. هتقولوا سبب تفشي الأمراض المستوطنة مثل الملاريا وارتفاع الوفيات الأطفال والأمهات. ودي كانت صفحة 4. يلا بينا على صفحة 5 يا بطل. دي صفحة 5. بيقول لك هنا الأداء الصفي: لاحظ الخريطة الصماء لقارة إفريقيا وأجب. بترتفع الكثافة السكانية في المنطقة رقم أ بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. عندك هنا أول حاجة هتقول له اعتدال المناخ ووفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. وقف الشاشة اللي براحتك خالص على الأقل من مهلك في أي جزء أنت عايزه، خلاص، عشان خاطر بس إيه زي ما أنت شايف كده يا بطل أهو. دي بطل الإجابات اللي هي الأسئلة طبعا مقالية، فبتحتاج منك كتابة ووقت. فأنت السؤال اللي ما انتش عارفه وقف الشاشة عليه وانقله براحتك خالص. ده الأداء المنزلي اهو، ودي المقارنة بين المناطق الكثافة السكانية المرتفعة ومناطق الكثافة السكانية النادرة. دي كانت صفحة 5. يلا بينا على صفحة 6. صفحة 6 التقييم الأسبوعي يا باشمهندس اهو. لو في أي حاجة اهو براحتك خالص. هنا تقول له أدى للتأثير السلبي على استقرار وأمن الدول. هنا بتنظر. هنا تقول له يتوقع أن تكون ذات كثافة سكانية منخفضة وبيعمل بها السكان في الرعي والزراعة. رقم 2 ده هتقول له بسبب اهتمام الدول الأفريقية والمنظمات الدولية بضبط النمو السكاني وتطوير النظم الصحية واهتمام بصحة الأم والطفل. يلا يا باشمهندس على آخر صفحة، صفحة 7 معانا. هنا هتقول له متوسطة. هنا هتقول له أصبحت ذات كثافة سكانية نادرة. هنا هتقول له بترتفع. هنا زيادة الكثافة السكانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا أبطال. متنسوش يا شباب تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات. مع السلامة.